كل سنة وانتم طيبين. الأعياد خلاص على الأبواب، وكله دلوقتي بيعمل الكحك والبيتيفور والغريبة. احنا النهاردة عملنا الغريبة معاكم بمقادير ثابتة جدا، وكمان ناعمة جدا. شايفين شكلها عامل ازاي؟ وزيناها كمان بالزبيب والسوداني والسكر الملون. شايفين ناعمة ازاي؟ دايبة خالص، مش مستحملة حاجة خالص. دايبة الغريبة ناعمة، هتعجبكم جدا ان شاء الله. وكمان هنتكلم عن أنسب أنواع الدقيق، وعن المشاكل اللي بتظهر مع الناس وهي بتسوي، زي مثلا حدوث التشققات او بتسيح منها في الفرن، بتفرش منها في الفرن، وايه اسباب المشاكل دي كلها. هنعالجها مع بعض وهنعرف ايه الاسباب. انا حبيت اشارك معاكم النهارده تجربه واعمل معاكم الغريبه ناعمه جدا بمقادير ثابته جدا، وهتعجبكم ان شاء الله. يلا بينا نبدا ونشوف الطريقه ايه. من اسهل المكونات مكونات الغريبه، عندنا 4 كوبايات دقيق. طبعا الكوبايات كلها حجم واحد، نصهم كوبايتين سمنه، نص كوبايتين السمنه كوبايه سكر بودر. بيتهيألي بالطريقة دي كده المقادير عندنا سهلة، 4 2 1. طريقة كده سهلة وهتتحفظ بسرعة. التزيين ده بقى بتاعنا احنا، أنا حبيت أزين بالسوداني والزبيب، وممكن كمان نزين بالسكر الملون. جميل جدا وبيبقى شيك جدا مع الغريبة، ومحدش يقلق منه، ما بيتأثرش بدرجة الحرارة، يعني بيطلع شكله ثابت زي ما هو كده بالظبط. كده احنا عرفنا المقادير المظبوطة بتاعتنا قد إيه. لو حد حب ينقص أو يزود فيها، شايفين عامل إزاي؟ عجينه طريه جدا. احنا ما عملناش حاجه غير كده، ضربنا السمنه والسكر مع بعض ونزلت عليهم ب4 كوبايات الدقيق. دلوقتي العجينه دي ما ينفعش ان انا اشتغل فيها، لازم احطها في التلاجة مده ما تقلش عن 10 دقائق. بعد ال10 دقائق بجيب العجينه، ببتدي ان انا اشتغل منها واشكلها زي ما انا عايز. شايفين قوام العجينه عامل ازاي؟ اهم حاجه عشان تعرفني العجينه بتاعتك سليمه، بنضغط عليها في النص كده ومفيش اي تشققات بتحصل من الجناب. شايفين العجينه عامله ازاي في ايديا؟ لو ظهر اي تشققات في العجينه بعرف ان قوام العجينه او المقادير بتاعتي مش مظبوطه. كده انا هبتدي اشكل العجينه بتاعتي، اعملها كور صغيره. انا جبت الصاج ما دهنتوش اي ماده دهنيه، طبعا ان العجينه فيها ماده دهنيه كفايه. وهنبتدي ان احنا نعملها كور، وكل واحد بيعمل الكوره على حسب ما هو بيحبها. في ناس بتحب الغريبه صغيره، وناس بتحبها كبيره شويه. انا عملتها بالحجم دون، وزينتها بالزبيب والسوداني والسكر بتاعنا. ممكن كمان نجيب القمع بتاع الكريم جانتيه، انت عارفين القمع بتاعه من تحت المشرشر دون. ممكن نبطط ونبصم بيه العجينه، بيدي شكل جميل جدا في العجينه. طبعا شايفين الحجم عامل ازاي؟ شكلها ممتاز جدا، حجمها مناسب. اهم حاجه العجينه بتاعتنا ما نحطش فيها فانيليا. لو حطيتي فانيليا او السكر يكون زياده عن كده، العجينه بتاعتك هتفرش منك الفرن. نصيحه، لو انت بتخبزي بسكوت او كحك او غريبه، قبل ما تخبزي الكميه كلها خدي مقدار من العجينه في صينيه صغيره، اعملي له اختبار الاول. لو طلع تمام معاكي كملي، ما طلعش تمام عدلي المقدار. الغريبه بتتخبز بالظبط لمده 5 دقائق. اهم حاجه يكون الفرن بتاعنا سخن جدا على درجه حراره 200 اول ما الغريبه تخش. بعد كده بنوطي درجه الحراره ل 170. هم بالظبط 5 دقائق يا جماعه، مش اكتر. انا هدخلها الفرن على درجه الحراره 200 5 دقائق وهطلعها تاني. بعد ما عدى ال5 دقائق معانا، شايفين الغريبه طالعه ازاي؟ حجمها ثابت، ما فرشتش معانا ولا حاجه في الفرن. درجه اللون بتاعتها ما بتاخدش درجه لون، هي درجه اللون بتاعتها بيكون ابيض كده بالطريقه دي. علشان كده تملي بنقول للناس خلي بالكم ان الغريبه خداعه في الخبز، يعني ممكن تبص عليها في الفرن تلاقيها لسه بيضه، وهي ممكن تتحرق منك من تحت، فهي بتاخد 5 دقايق بس. هنقدمها في الطبق ونشوف الشكل بتاعها عامل ازاي. قدمناها بالشكل البسيط دون، كانت ريحتها جميله جدا وطعمها كان جميل جدا، وكانت ناعمه جدا جدا بصراحه. يعني هي فعلا الغريبه بتكون ناعمه، ما ينفعش تكون خشنه ابدا. هوريكم اللون بتاعها ودرجه التسويه عامله ازاي. شايفين اللون من تحت عامل ازاي؟ يا دوبك واخده اللون البيج. كانت ناعمه جدا. بصوا عامله ازاي يا جماعه، مش مستحمله خالص، يعني لو ضغطت عليها بايديا بص بتتفرول بسرعه. هي دي كده الغريبه الناجحه. بصراحه كانت جميله جدا وريحتها كانت روعه. لو عجبتك وصفه النهارده ما تنسانيش باللايك والاشتراك والكومنت الجميل.